ورحمة الله أحبابنا الأعزاء، مرحبا بكم. رجعنا لكم من جديد في قناة الطباخة لاله مينا اللي غادي تشارك معكم الأسرار ديال الطبخ المغربي الأصيل. هنا لاله مينا كتوريكم القويميلات ديال الدجاج بدا كيطيب. هاد الدجاج اللي كانت ديجا وجدته من البارح، يعني تغسل وتشرمل وباش يترقد باش يصبح فتي ويجي لذيذ كما كيبغيوه الكليان. بالنسبه للفيديو ديال الاسرار ديال الغسيل ديال الدجاج والتشرميل ديالو، راه كان فيديو سابق فايتنا حنا معكم وشاركناه معكم. من بعد وريتكم الشاف فاطمه الزهراء بدات كتنقي في الخضره باش توجدها، ويعني تقطعوا لنا بعض المراحل ما تصوروش فاش بدات كتسلقها، وهذا يعني مجرد انها قطعتها سلقت الخضره. وكاينين هناك اسرار حتى في السليق ديال الخضره، يعني كيفاش كتحافظ على اللون ديالها، كيفاش تحافظ على الشكل ديالها رغم انها كتكون فتيه وطيبه مزيان. المهم غادي تشارك معكم شي فيديو اللي غادي تشارك معكم الشيف فاطمه الزهراء كلشي هاد الاسرار. اما بالنسبه للدريساج راه حاولنا ما قطعنا حتى شي مرحله، واخا سرعنا شويه الفيديو ولكن ما قطعنا حتى شي مرحله. شاركت معكم المراحل ديال الدريساج كلها مرحله بمرحله. انا غنخليكم مع موسيقى وتكملوا المراحل ديال الدريساج ديال لا سالاد رويال. من بعد ما شاركنا معاكم الشكل النهائي ديال لا سالاد رويال من تقديم الشيف فاطمه الزهراء، هنا كتوريكم طريقه ديال دريساج ديال الدجاج محمر، يعني اللي كان تا هو من الطلبيه ديال اليوم، حيت كانت الطلبيه تتكون من دجاج محمر، سالاد رويال واللحم بالبرقوق. هنا شاركنا معاكم الشكل النهائي ديال الدريساج ديال الطبق ديال الدجاج محمر اللي دريساتو الشيف فاطمه الزهراء. بالنسبه للتغميره ما خويناش في التبصيل لاننا كنخليوها في طبق مرافق كيمشي حتى لعند الكليان باش كيسخن، باش كتحط التغميره سخونه الدجاج راه كيبقى شاد السخونيه ديالو، يعني مجرد ما تتكمل الشيف فاطمه الزهراء الدريساج ديال الطبق كتغطيه مزيان بالالومنيوم وكتعاودو بالسلوفان باش كيبقى شاد الدجاج السخونيه ديالو، واصلا راه سخون يلا خارج من الفران وكدريس. وهنا شاركنا معكم الشكل النهائي ديال الطبق ديال اللحم بالبرقوق والمشماش مخضر باللوز، يعني توا كان من الطلبيه ديال اليوم. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم ديال هذا الفيديو كامل، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وخديتوا افكار جديده في الطريقه ديال التقديم ديال الاطباق ديال المناسبات.
نتمنى ان يعجبكم الفيديو، تبقاو تابعونا، وان شاء الله اللي بغى الاثمنه ديال هاد الاطباق يدخل عندنا الصفحه ديال الفيسبوك اللي غادي يلقاها في صندوق الوصف. هيلقى الصفحه ديال الفيسبوك، الانستغرام، تيك توك ديال لاله مينا. تما كنحطوا جميع الاثمنه ديال الاطباق اللي كتوجد طباخه لاله مينا. ولا تشهيتوا اطباق اخرين ما محطوطينش، اتصلوا بينا. راه جميع الاطباق المغربيه الاصيله، العصريه منها والتقليديه، راه كتوجدها لاله مينا. ومرحبا بكم معنا.